كتير من اللاعبين عندهم أشقاء بيمارسوا كرة القدم بشكل احترافي. والنهاردة هكلمك عن أبرز اللاعبين اللي عندهم أشقاء بيمارسوا كرة القدم في أندية محترفة. نبدأ الكلام من المنطقة العربية وتحديدا من المغرب. لو اتكلمنا هنذكر طبعا اللاعب سفيان مرابط نجم وسط نادي مانشستر يونايتد، وهنتكلم طبعا عن شقيقه الأكبر وهو اللاعب الدولي المغربي نور الدين مرابط لاعب نادي ايك اثينا اليوناني. وننتقل الى الادغال الافريقيه وتحديدا الى غانا، حيث يلعب اندري ايو وشقيقه اللاعب جوردان ايو. اندري ايو طبعا لاعب نادي نوتنغهام فورست الانجليزي، بالاضافه الى جوردان ايو اللاعب المحترف ايضا بصفوف نادي كريستال بالاس الانجليزي. سريعا الى سويسرا وتحديدا اللاعب السويسري ذو الاصول الالبانيه اللاعب جرانيت تشاكا. جرانيت تشاكا لاعب نادي باير ليفركوزن الالماني، لديه ايضا شقيق يدعى تولان تشاكا وهو يمثل المنتخب الالباني وبيلعب في صفوف نادي بازل السويسري. من الأشقاء الموجودين على الساحة العالمية اللاعب الإسباني الدولي تياغو الكانتارا، وطبعا لاعب نادي ليفربول، وشقيقه اللاعب رافينها الكانتارا لاعب نادي العربي القطري ولاعب المنتخب البرازيلي. اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم منتخب بلجيكا ونجم نادي روما الإيطالي، أيضا لديه شقيق بيمارس كرة القدم في نادي احترافي وهو طبعا شقيقه جوردان لوكاكو، واللي بيلعب محترف في صفوف نادي أدنى سبور التركي. اللاعب الهولندي جورجينو فينالدوم لاعب نادي ليفربول السابق ولاعب نادي الاتفاق السعودي الحالي، لديه شقيق أصغر بيلعب في الدوري الهولندي وتحديدا في نادي ألمير الهولندي، وشقيقه طبعا راجيف فينالدوم. اللاعب الصربي الشهير سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب نادي الهلال السعودي والمنتقل إليهم من نادي لاتسيو الإيطالي، طبعا لديه شقيق بيلعب حتى الآن في الكالتشيو الإيطالي ألا وهو الحارس فانيا سافيتش وهو حارس نادي تورينو الإيطالي. وأخيرا وليس أخيرا اللاعب الفرنسي لوكاس هرنانديز لاعب نادي باريس سان جيرمان، واللي شقيقه طبعا اللاعب الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا هو اللاعب تيو هرنانديز لاعب وظهير أيسر نادي ميلان الإيطالي. والسؤال دلوقتي تقدر تقول لي كام شقيق احترفوا الكورة سويا في نفس التوقيت في الدوري المحلي الخاص ببلدك؟ شكرا جدا، سلام.